هل هذا المطعم افضل من يقدم المندي من 20 سنه في جده؟ تعالوا خلونا نتاكد. اهلا محمد، انا ما قد شفت في حسابك تصوير عن اللحم المندي نهائيا. يعني اليوم حتذوق المندي على اصوله. تفضل حياك. يلا بينا على المطبخ. في حاجه نسيتها. الخصم حيكون لمده اسبوع، لكن بنخلي نهايه الفيديو. الله عليه. نوع اللحم اللي بتستخدمونه؟ نوع اللحم تيوس بيشيه محلي بلدي. خلك جاهز يا محمد، حتذوق مندي انا متاكد انك ما قد ذقته في حياتك. ايش انواع الرز اللي بتستخدموه مع المندي؟ نوعين من الرز، الشعبي والبشاور، بيجي مع جميع الاصناف مش بس المندي. اول شيء بنظبط اللحم يا محمد. بسم الله. اول شيء حنجهز الاضلاع ونظبطها بالتبهيره. قبل لا نبدا، كم عمر التيس عندكم؟ تيوس لبانيه، اعمارها ما بين شهرين ل3 شهور. ترى تبية المندي جدا بسيطه يا محمد، ملح كركم فقط. هل بتضيفوا صفار البيض بعد الملح؟ ابدا، ملح وكركم فقط. صح انها تيوس صغيره لكن ترى سمينه، ما تجيك ضعيفه. الحين بنحط اللحم على الشبك، بنجهز ان شاء الله هنا. كم دقيقه بتحطوه في الحفره؟ ياخذ اللحم في الحفره ساعه و40 دقيقه. طب وين باقي اللحم؟ اول طبقه ننزلها الروس والكبده، وبعدها بنضيف اللحم المتبقي من النص. وبنذوق في المقاضيف قبل اي شيء. بسم الله. ووو. بمناسبة فرعنا الخامس في جدة مسوين خصم 20% لزبايننا ومتابعينك الكرام. الخصم على جميع الطلبات، مندي ولا حنيذ ولا الزربيان يا حبيبي، حتى المضغوط كمان. ما شاء الله تبارك الله يا المندي. وين عشاق السدة؟ ما شاء الله تبارك الله. سعر النفر 90 ريال، بعد الخصم 72 ريال. وهذا الحنيذ عندهم سعر نفس سعر المندي بالضبط. فنانين. عندك عزيمة، عندك طلعة مع أهلك أو جمعة في البيت لمدة أسبوع، واحدة من الأطباق المشهورين فيها. حتى الكنافة. والحلو في فرعهم هذا إنه في جلسات للعوائل مرة كبيرة. حي النهضة طريق الأمير سلطان، مجرد تكتب مطاعم مطابخ السدة على طول حتوصل لهم.